بصي، تعالي تعالي اقعدي معايا دقيقة، عشان انا النهاردة عايزة احكي لك عن حاجة. لو تخيلتيها معايا قلبك هيفرح فرح مش طبيعي وهيتم الفرح. تخيلي معايا ان انتي نمتي وصحيتي تاني يوم بكرة ولقيتي نفسك في الجنة. اه والله. اول احساس هيجيلك ايه؟ تعالي انا اقولك بقى انا حسيت بايه لما تخيلت. اول حاجة، مفيش خوف، مفيش قلق على امتحان، مفيش خوف من بكرة، مفيش يا ترى هيحصل ايه. ربنا قال ادخلوها بسلام آمنين، يعني هتدخليها وانتي مطمنة 100%. تخيلي تنامي وانتي مش بتفكري في اي حاجة، او تصحي وانتي مفيش توتر. ده لوحدها جنة اساسا. تاني حاجة، هيبقى ليكي قصر لوحدك. تخيلي كده واسمعيني، قصر باسمك انتي، مش عشان انتي بقى بنت وزير ولا مشهورة ولا ليكي منصب عالي في الدولة. لا 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 لا، عشان كل صلاة صليتيها وانتي كسلانة ومش قادرة وجاهدتي نفسك، عشان كل استغفر الله العظيم قلتيها وانتي لوحدك. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة لبنة ذهب ولبنة فضة. يعني انتي دلوقتي بتبني القصر بتاعك طوبة طوبة، كل طاعة بطوبة. فاسألي نفسك، أنا قصري وصل لفين دلوقتي؟ تالت حاجة، ودي اللي بتخليني أعيط كل ما أفتكر إن هيحصل كده. طبعا أساسا كل ما أفكر وأتخيل في الحوارات دي بعيط جدا، لأنه تفهمين الإحساس. صراحة أنا ماسكة نفسي بالعافية دلوقتي أساسا. فتالت حاجة، إن احنا هنقابل النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلي كده، تخيلي هو هيعرفك وهيقولك انتي انتي اللي كنتي بتصلي عليا في الدنيا، وهيسلم عليكي. يعني متخيلين الاحساس؟ يعني حاجه حلوه قوي. كل التعب، كل الوحده، كل الدموع اللي كنا بندمعها واحنا بنسجد، كل ده هيروح لما نسلم السلامه دي على الرسول عليه الصلاه والسلام. عشان كده صلي عليه دلوقتي، صلي عليه، ما تعديهاش وتنسى. صلي عليه عليه الصلاه والسلام عشان يعرفك هناك. بس استني، كل ده ولا حاجة جنب أهم حاجة. أهل الجنة هيقولوا لربنا يا رب زودنا نعمة، فربنا هيشيل الحجاب وهنشوف وجهه الكريم. آه. النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالله ما أعطاهم شيئا أحب إليه من النظر إلى وجهه. يعني كل نعيم الجنة ده كله ولا حاجة قدام نظرة رضا من ربنا. يعني تخيلي كده ربنا باصص لك وشايفك وسامعك، وانت بتقولي الحمد لله يا رب، وهو بيقولك رضيت عنك. يا الله. قلبي بيرفرف وانا بقولها. هتقولي لي طيب هي ببلاش؟ لا يا قلبي طبعا. تمنها بسيط قوي، بس احنا اللي بنكسل. تمنها صلاة في وقتها، تمنها لسان مش بيغتاب، تمنها قلب صابر، تمنها دمع التوبة. يعني كل حاجة تعبت فيها في الدنيا دلوقتي وقبل كده وبعد كده ربنا شايلها وحاططها في قصرك. فما تزعليش او ما تزعلش على حاجة انت سبتها او ضيعتها عشانه. انت بتشتري. انا شخصيا في حاجات كتير قوي كنت بحب اعملها وموهوبة فيها جدا، بس سبتها وبطلتها عشان خاطر ربنا، واستعرضت ربنا فيها عشان ببص بعد كده ان ربنا شايف ان انا كنت بحب الحاجة دي وسبتها عشانه، وضحيت بيها عشانه وعشان خاطر حاجة مش لازم. يعني زي مثلا انا بحب الغنى وصوتي حلوة جدا، بس للأسف الغنى حرام وانا عارفة انه حرام، يعني بحاول ابطل سماع الموسيقى شوية. وبس انا كنت في كورال طبعا المدرسة وبطلته، لان دي حاجة تبع ربنا. الرسم برضو، رسم بيقولوا انه حرام، بس انا يعني بطلت شوية ورجعت وبطلت. فهو الواحد بيحاول. فانت لو في حاجة انت بطلتها ما تزعلش عليها عشان انت بتعملها ربنا. ولو في حاجة بتحاول تبطلها حاول تبطلها عشان خاطر ربنا، عشان تبص للجنة اللي هو يا رب ارزقنا الجنة يا رب. يعني مهما تخيلت ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. يا رب الواحد نفسه يخش الجنة صراحة بجد. بحب بيبقى مبسوط وهو بيتخيل، ما بالك بقى لو شفناها بجد. فاعمل اللي يرضي ربنا، دي دنيا وفانية. عرفتي ليه بحكيلك؟ عشان ما تضيعيش القصر ده منك. انت لسه عايشة، يعني لسه معاكي فلوس تشتري. قومي دلوقتي صلي ركعتين لله وقولي يا رب من قلبك، اعتبريها مقدم حجز للقصر بتاعك. وانا عشان بحبك فبقولك المعلومة دي عشان
عايزانا كلنا نخش الجنة مع بعض. اللهم اجعلنا من اهل الجنة نضحك فيها ونفرح فيها ونشوفك يا رب فيها. قولوا لي في الكومنتات ايه اكتر حاجة في الجنة نفسك فيها. انا عن نفسي نفسي اشوف وجه ربنا الكريم، وانتوا كمان قولوا لي بقى. طبعا انا معلش مش بنزل فيديوهات لان النت قاعد يقطع وما اعرفش فيه ايه صراحه، غير ان انا بفكر وبمنتج والكلام ده، فباخد وقت اساسا. دلوقتي اهو الساعه 12، بس هو الموبايل ده انا مأخره ساعه. الساعه المفروض 12 7 28، بس عشان انا ده مأخره ساعه يعني، فالمفروض دلوقتي اهو على الموبايل ده 12 27. فانا بتعب قبل ما اصور، فاتمنى ان انتوا تدعموني. وبصوا اساسا وانا بفكر في سكريبت واعمل مونتاج واعمل حاجات، ولسه بتطور اكتر، واكيد الموضوع يبقى صعب، واكيد اللي عايز حاجه بتبقى صعبه. فان شاء الله يعني نوصل للي نفسي فيه وبدعمكم. وانا مش نفسي في حاجه غير ان ربنا يرضى عني بس والله. وشكرا ان انتوا شفتوا الفيديو ده للاخر. انا معرفش الفيديو ده هينزل ايا كان الوقت، بس عموما ان هو هينزل وخلاص ان شاء الله، وتبقى حاجه مفيده لكم، واتمنى ينزل في اقرب وقت. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ونشوفكم في فيديو جديد، وبحبكم في الله. اللهم استعملنا ولا تستبدلنا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.